بص هقولك على حاجة واحدة من الحاجات اللي بتريح البشر عامة في الحياة، انه احنا كلنا في سقف توقعات وفي ارض الواقع. كل ما المسافة او الجاب ما بين سقف التوقعات وارض الواقع تبقى منطقية ومش كبيرة، فانت كبني ادم بتبقى مستريح. يا صباح الخير على حضراتكم جميعا، يوم جديد وبداية أسبوع جديد مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بناقش فيه مواضيع متعلقة بالفن بالإبداع في مختلف المجالات. بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو إبداعي وكل ما هو جميل، تكملة للي بدأناه المرة اللي فاتت، وهو كلامنا الموجه للسادة الأصدقاء والزملاء اللي لسه مخلصين ثانوية عامة وفي انتظار النتيجة، وشايفين انه المجموع او الرقم اللي هم هيجيبوه بإذن الله هيكون بمثابة البلاتينم تيكت او التذكرة البلاتينية اللي هتدخلهم رحلة الأحلام ورحلة الكلية اللي ان شاء الله تكون بداية انطلاق لأحلامهم. اتكلمنا في شوية تفاصيل، ويمكن كان تركيزنا اكتر يمكن في النص التاني من الحلقة على انه انت لو رغبتك لدخول كلية الإعلام مبنية على انه انت عايز تبقى مذيع، فاتكلمنا اكتر على ان انت يبقى ده اختيار مش دقيق، ويستحسن انه حضرتك او حضرتك تختاروا كلية تانية، لان انتوا كده الريكومنديشن او الواسطة او الجهة اللي هتدخلكوا القناة حتى لو انت مش خريج كلية اعلام، فهي هتقدر توفر لك كل التفاصيل اللي انت محتاجها او اللي انت عندك تصور انك هتلاقيها في الكلية. طيب سؤال مهم، ليه انا بدأت السلسلة او بدأت كلامي بالموضوع ده؟ لانه من وجهة نظري ده اكتر سبب غلط يخليك تدخل كلية اعلام، وده السبب اللي عن تجربة شخصية ناس اعرفها بيسبب تروماز وبيسبب صدمات لناس بتفضل طول الوقت كلامها عن انه انا دخلت كلية اعلام واعلام مش بتشغل الناس. وبالمناسبة هي كلية اعلام ما بتشغلش حد في اي مجال، يعني مفيش كلية بتشغل حد، يعني عشان بس ايه نبقى عارفين كده ستيتنج فاكت من الاول. وبالتالي كنت حريص انه والله اوضح للناس الموضوع في الاول من تجربتي، يعني يبقوا هم عارفين انه لا، احنا في حاجات تانية، في اسباب تانية ممكن تكون اسباب منطقية او مبررة لو انت عايز تدخل كلية الاعلام. ويعني في الاخر كده المرة اللي فاتت اتكلمنا عن والله طب انا امتى تكون بقى كلية اعلام دي اختيار مناسب لي. بص هقولك على حاجة واحدة من الحاجات اللي بتريح البشر عامة في الحياة، انه احنا كلنا في سقف توقعات وفي ارض الواقع. كل ما المسافة او الجاب ما بين سقف التوقعات وارض الواقع تبقى منطقية ومش كبيرة، فانت كبني ادم بتبقى مستريح. وكلامي ده لا اعني بيه اني والله انقل لحضرتك اي نوع من انواع الاحباط خالص. انت يعني من الناس اللي مش قالوا لي انا شخصيا، يعني قالوا وانا قاعد معاهم حاجة لطيفة جدا. كانت الاستاذة اسعاد يونس، وكانت بتقول حاجة لطيفة جدا. كان معاها شخص ما، يعني مش حابب اذكر اسمه عشان اللي هو قاله حاجة نيجاتيف، يعني حاجة مش كويسة. فهو كان بيقول انه انتوا مش هتلاقوا شغل في كلية اعلام، والمنافسة كبيرة جدا والفرص قليلة جدا، وصعب ان انتوا تطلعوا تلاقوا فرصة مناسبة من المكان اللي انتوا فيه. انا مش فاهم هو كان بيقولوا لنا ليه الكلام ده. فهي خدت الموضوع بلطافة يعني، وبعدين قالت لا وتاخدوش الموضوع من الزاوية دي. انا كنت بشتغل في الاذاعة زمان موظفة صغيرة جدا، وكان احيانا بيبقى دوري بس ان انا انظف شرايط الحلقات ولمع الارفف. وهي كانت بتحكي ده وهي حكيته يعني قبل كده، مش سر يعني. وبالعكس ربنا كرمني بعد كده وبقيت حاجة كويسة، وبالتالي ما تحبطوش. بالمناسبة من عبث الاقدار بقى ان انا اشتغلت فيما بعد في برنامج الاستاذة اسعاد يونس، واشتغلت فيما بعد مع نفس هذا الشخص اللي قال لنا انه والله انتوا ممكن ما تلاقوش فرصة يعني. وما اشتغلتش ولا بريكومنديشن وانا بواسطة من حد، يعني كنت شغال بروديوسر يعني في مكان. ما تسمحش لاي حد، هي الحياة كده، وما تسمحش لاي حد سواء انا او غيري انه ينقلك طاقة احباط. ولكن انه الواحد لما يبقى يعني في مقولة بحبها قوي، الوعي ثم السعي وليس عليك ادراك النتائج.
النتائج. مش عارف قلناها قبل كده ولا لا، بس هي بالنسبه لي يعني الكوتيشن كده، اللي الكوت يعني دي هي تعتبر الكوت الحاكمه ليا في حياتي. لانه انت السعي مهم وجميل، ويجب ان انت تكون شخص مثابر، ويجب ان انت تكون شخص بتتعب وتبذل مجهود ضخم جدا، وتسعى وتخبط على البيبان وتطور من نفسك وتتعلم حاجات جديدة وتخرج من منطقة الامان. وكل كلام التنمية الذاتية ده كلام حلو وجميل ومصدق وكل حاجة، ولكن قبل ما تعمل الحاجات دي كلها يجب وحتما ولابد ان انت تكون واعي انت بتعمل ده في انهي مسار، عشان ما تبقاش انت قاعد بتبذل مجهود في مسار معين مش صح او مش مناسب ليك اصلا. بمجرد خلاص انت واعي للي بتعمله ده وبتسعى، حتة النتائج دي بتاعت ربنا. انت ممكن تبقى قاعد بتسمعني دلوقتي وربنا يكرمك وتبقى في حتة كويسة جدا من اول سنة في الجامعة، مش شرط ان انت تستنى ان انت تتخرج. يعني انا ربنا اراد ان انا من اول سنة في الجامعة يتاح ليا شكل معين من الفرص انا ما كنتش احلم بيه، وبدون وساطة وبدون علاقات ملتوية مع ناس تدخلك خالص. وكان في حاجات يعني طموحاتي وخططي ان هي تكون في اخر سنة في الجامعة اعملها، حققتها من اول سنة. وانا معرفش حد يعرف حد عدى من قدام كاميرا قبل كده. انا ممكن ابقى حققت ده، انت ممكن من اول سنة تبقى حققت حاجات اضعاف اللي انا قدرت او وفقت يعني من ربنا ان انا احققه. انت قررت تدخل كلية الاعلام، ايه اللي انا ممكن اطلعه من كلية اعلام؟ في حاجات كده روتينية الاول محتاجين نفهمها. هي كلية الاعلام دي اقسامها عاملة ازاي او تفاصيلها عاملة ازاي؟ عامة ان جنرال لو انت حبيت تحط ستاندرد عام كده، كلية اعلام بتدرس يعتبر 3 تخصصات: اذاعة وتلفزيون اللي هو المين ستريم تراديشنال ميديا، وبتدرس صحافة، وبتدرس علاقات عامة واعلان. بقولك ايه يا جوجو، لما تخلصي اعلام هتبقي مذيعة مش كده؟ لا انا اعلام بس قسم علاقات عامة واعلان. معلش ليه يا طنط؟ انا اخترت ده، انا بحب اعمل اعلانات. بس يا حبيبتي طالما انت مش غاوية اعلام ايه اللي دخلك؟ لا انا غاوية بس اعلان في اعلام. اعلان في اعلام؟ يا طنط عمرك سمعت عن حاجة زي كده؟ كل حاجة منهم، هل اللي بتدرسه كلية الإعلام ده دلوقتي كافي ليا إنه أنا ألاقي فرص عمل منه؟ دي نقطة مهمة، ده سؤال مهم، حطوا اكتبوا كده معاك. هل الحاجات اللي أنا بدرسها في كلية الإعلام updated بالقدر الكافي اللي يخليني قادر انافس بره؟ هل انا، دي نقطة مهمة جدا، هل هي مستاهلة بقى ان انا ادخلها اصلا ولا لا، ولا استخسر مجموعي ده فيها؟ هل الناس اللي بيدرسولي ناس على المستوى العالي كفاية ان هو يعني يقدر ينقل لي الخبرات دي؟ وهل هم فعلا ناس متمرسة ولا ناس بتحكي كلام نظري؟ اسئلة كتيرة جدا. خلونا نبدأ كلامنا بحتة المجموع ده. 2014 كنت انا من اكتر الناس اللي بحبهم وبعزهم يعني في حياتي وبقدرهم جدا دكتور رحاب هاني. دكتور رحاب هاني بالمناسبة كانت من هي استاذ في كلية الاعلام جامعة القاهرة شعبة لغة انجليزية، وانا اعرفها من وقت، مش اعرفها يعني انا اعرفها شخصيا بس وقتها ما كنتش اعرفها شخصيا، كنت اعرفها من وقت ما كانت معيدة في الكلية، وكانت بتعمل حاجات جميلة جدا ولطيفة على ساوند كلاود في التوقيت ده، ويعني جو برامج وكده بوجه لها التحية من هنا. ما اعتقدش ان هي بتسمع يعني، بس بوجه لها التحية من هنا. من الناس اللي كانت السبب ان انا ابقى حابب ادخل الكلية دي. في 2014 في شهر نوفمبر، اعتقد 14 نوفمبر، هو نفس يوم عيد جوازي بالمناسبة. في 2014 بقى من حوالي 9 سنين كنت رحت حفل توقيع كتابة الاول في مكتبة مصر العامة. كان عندي مجموعة فيزيكس، خلصت المجموعة في المدرسة، وبعدين كنت عاوز اروح احضر حفل توقيع الكتاب، ولا انا عرفته يعني من الفيسبوك من عندها. المهم بقى كنت متوتر، وساعتها انا كنت عمري ما شفت بقى بابليك فيجر. ما انا بقول لكم انا وقتها ما كانش ليا اي علاقة بالمجال ولا الفني ولا الاعلامي ولا الابداعي ولا اي مجال يعني من المجالات يعني. كان في حفل توقيع الكتاب ده هي منطلقة ومبسوطة جدا، فانا اتشجعت انه انا اسألها سؤال. قلت لها انا طالب في ثانوي علمي وعاوز ادخل كلية الاعلام جامعة القاهرة، عشان حضرتك تبقي بتدرسي لي. الاول هزرت على حتة انه انت ليه واخدها من علمي، وده ممكن يبقى صعب عليك، طب انت هتستحمل؟ المهم جت قالت لي جملة في الوقت ده وهي بتجاوبني بقى بجد، انه ما تستخسرش مجموعك.
الكلمة دي فضلت معلقة معايا ساعتها، وبالذات في اللحظة اللي ربنا أراد وجبت 97% في علم علوم. كنت في مش لحظة تشكك، بس عارف لما انت تبقى طول الوقت عندك انا ان شاء الله لما اكبر هعمل كذا وبتاع، وفجأة تلاقي نفسك فعلا كبرت وجيت عند لحظة الاختيار الفعلية، انه هل انا فعلا هختار ده ولا هستخسر مجموعي. الحقيقة انا ما فكرتش وما حسيتش ان انا ولا مستخسر مجموعي ولا حاجة، وانا كنت شايف من وجهة نظري وشايف انه انا ده افادني جدا دلوقتي، انه اختيار ان انا كنت ادخل علمي علوم كان من وجهة نظري الاختيار الامثل ليا. اولا لانه انا كنت عايز ادخل انجلش سكشن او شعبة لغة انجليزية يعني في كلية الاعلام، فكنت شايف انه انا لو دخلت ادبي انا هقعد اولموست سنة او سنتين، وتانية ثانوي وتالتة ثانوي انا مش بدرس اي حاجة بالانجلش. وكذلك لو دخلت علم رياضة، انا بالنسبة لي عشان بس تبقى عارف انا ما كنتش ولا الطالب الشاطر اللي هو بيجيب 100% و99 والحاجات دي، ولا كنت الطالب الفاشل اللي هو كل سنة بيشيل مادة ومادتين. كنت الافريج ستودنت جدا بطريقة قد تكون مملة يعني، ولا حتى كنت اللي هو بعمل شغب، ولا انا كنت نيرد يعني، كنت طالب كده افريج جدا. وده كان بيتيح لي ان انا عادي مش بفضل ولا الماث ولا بفضل علمي علوم وعايز ابقى دكتور، ولا انا بفضل المواد الادبيه. انا كنت كده بقرا، فالقراءه متاحه ليا، اللغه العربيه والفكر والادب والفلسفه وعلم النفس وكل الحاجات اللي انا هدرسها في والتاريخ والجغرافيا والحاجات دي حاجات كده انا بقرأها ومش محتاجة ان انا اقعد اذاكرها وامتحن فيها يعني. وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم علم رياضة مش هتديني، هتبقى ارقام وحاجات complicated جدا برضو، ولا هبقى استفدت اللغة ولا استفدت انه الحاجة سهلة يعني. فلقيت طيب ايه الانسب بالنسبة لي؟ علم علوم. علم علوم هتدرس فيها انجلش كويس جدا، لان انا كنت في مدرسه الأورمان في الدقي، فهتدرس انجلش وهتدرس، وحظي ان انا كان الاساتذه بتوعي يعني كانوا اخر الاجيال، يعني احنا كنا اخر الاجيال اللي هم ركزوا معانا شويه، فكان اساتذه يعني ليهم كل التحيه وكل الاحترام وكل التقدير، اساتذه فوق راسي يعني ممتن ليهم لحد النهارده. قلت ان انا هاخد الانجليش وهاخد في نفس الوقت الساينتفك thinking، واللي هو من وجهة نظري اسلوب مهم جدا، انه انت كشخص لو هتمتهن اي مهنة ان انت يبقى عندك حد ادنى من التفكير العلمي والتفكير التحليلي، لانه انت لو الحتة دي مش منمية عندك هتحس طول الوقت انه راسك مكركبة كده وفيها حاجة كتلة هلامية ما مش قادر ان انت تستفيد منها كفاية. بس دي كانت من وجهة نظر يعني، برضو ممكن حد يبقى خريج ادبي وفكره منظم يعني، برضو مش بقول انه انت عشان يبقى فكرك منظم لازم تبقى خريج علمي يعني، بس دي كانت وجهة نظري. فزي ما قلت لكم هي جت اللحظة فعلا اللي انا بختار فيها طيب انا هستخسر مجموعي ولا لا والتعب ده كله، وفعلا ما استخسرتش. نقطة التانية، انا دلوقتي انت دخلت كلية اعلام. كلية اعلام دي بيدرسوا ايه؟ زي ما قلنا كده، قلت لكم في الاول راديو تي في او اذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة واعلان وصحافة. وضع السوق دلوقتي او وضع الشكل الاعلامي دلوقتي مش بس في مصر، على مستوى العالم بقى اوت اوف ديت، يعني اللي بيتدرس في الكلية اوت اوف ديت او غير محدث كفاية اذا ما قورن يعني باللي انت هتنفذه على ارض الواقع. وهنا بنيجي لنقطة مهمة جدا، هو اللي انا هاخده في كلية اعلام هشتغل بيه؟ مش قوي. لا ترجم لي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انت اللي هتدرسه في كلية اعلام هو التوصيف الدقيق ليه بالظبط، انت هتدرس رؤوس اقلام او رؤوس موضوعات، وده ولا هو عيب من الكلية ولا هو عيب من الدكتور او الدكتورة اللي بيدرسولك. واللي بالمناسبة الدكاترة بتوع كلية اعلام هتلاقيه زي اي مكان، هتلاقي فيه اساتذه من الاثقل على مستوى العالم، وعلى مستوى العالم دي مبنيه على انه في اساتذه بيدرسوا في فرنسا، في اساتذه بيدرسوا في المانيا، في اساتذه بيدرسوا في امريكا، في اساتذه يعني ليهم ثقل وليهم اوراق بحثيه منشوره في اكبر الاماكن عالميا، ومش حابب اقول اسامي يعني ناس من الاساتذه عشان ما يبقاش في اي شبهه نفاق لحد بتربطني بيه علاقه انسانيه كويسه دلوقتي، ولكن في اساتذه يعني لهم ثقل ويعني اعذروني في الوصف، واساتذه صيع يعني قادرين ان هم ازاي يبقوا بيتعاملوا مع مبدع مراهق
لسه بيتكون، دول موجودين. وفي اساتذه تانية وفي ادباء وفي كتاب لهم شأن مهم جدا، والكلام بس معاهم اضافه انسانيه، يعني مجرد النقاش معاهم اضافه انسانيه. وعلى الجهه الاخرى زيها زي اي مكان في فئه، ودي بالمناسبه فئه كبيره، يعني مش عشان ابقى منحاز يعني للكليه، بس في فئه حقيقي هم دخلوا الكليه اتخرجوا بقوا معيدين ثم دكاترة، وحقيقي هم ما طلعوش بره الكلية، فهم ما عندهمش الخبرة العملية الكافية اللي تخليهم والله يحكوا لك فعلا هو وهم بيشرحوا الحاجة يدوا لك مثال او معادل ليها من الحياة العملية. فما تقدرش تقول ان هي حاجة واحدة، وممكن انت حظك يبقى على السنة اللي انت فيها او السمستر اللي انت فيه او الكورس اللي انت فيه، لا يبقى الاساتذة اللي على حظك دول لا مش اقوياء كفاية. وممكن يبقى حظك انه انت يقع في طريقك الاساتذه الفطاحل اللي عندهم خبره عمليه وعندهم تجربه تقدر ان انت تستفيد منها. حاجه تانية من التفاصيل المفيده ليك جدا في كليه اعلام، وردا بقى على انه انا بدرس رؤوس اقلام، طيب انا هخش الكليه دي ليه؟ هقول لك على حاجه. كل الكليات او اغلب الكليات في مصر اللي انت بتدرسه جوه حاجة واللي بتطلع تستخدمه حاجة تانية. يعني انا اعرف مهندسين واعرف بروجرامرز واعرف ناس من تخصصات كتيرة جدا، وده برضو بيكون رأيهم، لان انا في النهاية ما اعرفش غير كلية اعلام يعني اللي انا كنت خريج منها. بس حتى المهندس المدني هو بيبقى واقف في الموقع ويدرك انه والله اللي انا كنت بدرسه ده ما كانش له علاقة بالواقع الفعلي وتلاقي في وحدات قياس معينة انت ما درستهاش في الجامعة، واسامي معينة للحديد وتفاصيل على الارض انت ما كنتش تعرف عنها اي حاجة. فده واقع موجود في كل الكليات، عشان بس تبقى فاهم، فما تقولش والله ايه ده انا هدخل كلية اعلام ومش هطلع منها حاجة، او هدرس حاجة ملهاش علاقة باللي موجود على الارض. كده اللي انت بتدرسه في اي حتة بيبقى بعيد شوية. بس انا زي ما قلت لك انت بتاخد رؤوس اقلام. طيب رؤوس الاقلام دي تقدر انت تستفيد منها ازاي؟ انت بيبقى عندك مثلا بداية موضوع متعلق باساليب معينة في الاخراج، مثلا اخراج البرامج، اخراج الافلام الوثائقية. تقدر ان انت والله العلم نفسه بقى كله موجود دلوقتي. انا كان في استاذة او دكتورة يعني كانت بتدرس لي، وكنا بندرس دراما. فالدراما دي يعني كان في تفاصيل بتختلف، يعني لما انت تدرس البيزكس بتاعة الدراما والدراما الاغريقية والتفاصيل بتاعتها، الدراما على الارض بقى بتبقى مختلفة شوية، مش شرط يبقى كله 3 act structure او يعني بداية ووسط ونهاية وحاجات زي كده. فبتبقى في حاجات لو انت بقى ذاكرت من كتب سيناريو او من كتب دراما حالية فتلاقي لا في تفاصيل مختلفة. فكانت الدكتور دي في بعض الاحيان بنبدأ ان احنا نتبادل الماستر كلاسز من منصة ماستر كلاس، ونبدأ نشوف طب والله ايه الجديد في حاجة زي دي. ممكن حظك يقع في دكاترة من النوع ده، فتقدر ان انت ساعتها تستفيد منهم وتقدر تتناقش معه. وفي نفس الوقت كان في دكتور، انا كان في فترة كده كانت عندي علاقة توكسيك بالصحافة، كنت متخيل ان انا عايز اشتغل في الصحافة، وبعدين عشان اقتنع ان انا فعلا مش الصحافة دي مش كاري وانا مش عايز اشتغل فيها، فاشتغلت في مؤسستين، مؤسسة بالعربي ومؤسسة بالانجليش. واللي زود الموضوع بقى ان انا كان عندي دكتور في الصحافة، كنت ببقى حابب اقرأ مثلا من يعني كنت اقرأ كده ارتكل من ذا نيويوركر، وابقى حابب ان انا اخد رأيه فيها ولا ناقشه فيها ولا بتاع. فهو كان طول الوقت خلقه ضيق وشايف انه يا ابني انت بتضيع وقتك ليه؟ انتوا كده مش هتلاقوا شغل، احفظ اللي انا مديولكوا في السلايدز وخلاص. السلايدز دي اللي هي دي تعتبر المنهج اللي انت هتذاكر منه، يعني بتبقى زي باوربوينتس كده الدكاتره بيبقوا عاملينها، وبي دي افس الدكاتره بيبقوا عاملينها او جايبينها، يعني في بعض الدكاتره كانوا بيبقوا جايبينها يعني من على الانترنت زي ما هي وتحفظها وخلاص. ده دكتور عينه، هو مش عاوز ان انت تناقشه ولا عايز تاخد رايه في حاجه ولا تستفيد منه اكاديميا. ودكتوره الدراما دي لحد دلوقتي انا بس عشان ما استاذنتهاش ان انا اذكر اسمها، هي يعني استاذتي ولها كل التقدير، ولحد النهارده احنا على تواصل. ولما بيكون داخل مشروع جديد باخد رايها في النص بتاعه، وباخد رايها في الشغل اللي بيتعمل، الاستشارات سواء استشاره فنيه او استشاره اكاديميه. يعني انا برضو بحب الموضوع
يبقى طالع منضبط لحد النهارده باخد رايها. وبالتالي دي الاستفاده من رؤوس الاقلام. انت تملك دلوقتي اي حاجه عايز تتعلمها على يوتيوب. عايز تتعلم مونتاج، هتقولي انا هدرس ماده مونتاج في اعلام، هتدرسها، بس عادي جدا تقدر تتعلمها في يوتيوب. بس ده بقى ينقلنا للنقطه التانية او نقطة كمان، وهي ان انت تبقى في كلية اعلام احسن من ان انت ما تبقاش في كلية اعلام. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انت وانت في الكلية انت كده كده بتخبط، انت في المطبخ بتخبط في المواضيع المتعلقة بالاعلام، فتلاقي نفسك مثلا مطلوب منك assignment او تكليف بان انت تعمل تقرير. انت لو مثلا في كلية علوم قسم كيمياء مش هيبقى مطلوب منك تعمل تقرير تنزل تصور، فهتحتاج ان انت تستقطع من وقتك في الكلية التانية دي وتنزل تصور تقرير في الشارع. هتبدأ تلاقي نفسك اصلا المصطلحات اللي انت بتستخدمها وبتتناقش بيها مع الناس هي مصطلحات الميديا. انا عايزين نمنتج ده، مين هيمنتج، مين هيسجل الصوت، مين هيكتب الاسئله، ده اللي انت قاعد بتعمله، ما بتعملش غيره. وبعدين كده كده بما انه احنا زي ما قلنا انه الدراسه في الجامعه تعتبر الى حد كبير بتبقى تضييع وقت، فتضيع وقتك في حاجه انت ممكن نسبيا يعني تستفيد من قدر منها، احسن ما تضيع وقتك في حاجه انت مش هتستفيد منها خالص. فدي حاجه مهمه. بلس نقطه كمان انه في ناس عندها الجرأة انه هو مثلا عايز يتعلم سيناريو او عاوز يعمل برنامج، فعنده الجرأة انه يكتب فكرة، يفضي وقته ويكتب فكرة ويكولابوريت او يتعاون مع حد عايز مثلا يبقى مخرج بحيث ان هو يصور له البرنامج ده، وحد تاني يمنتج، وحد تالت يبقى مسؤول ديجيتال ماركتنج يقعد هو ينزله الحاجات دي ويسوقها له. دي محتاجة جرأة. طيب انا واحد من الناس مثلا مش جريء او معيش كاميرا او ما عنديش الفرصة ان انا انزل، لو انا في كلية تانية ان انا انزل واصور فيلم، تيجي تقول لي اصل في ناس في طب اسنان وبتنزل تصور افلام. ماشي، دي ناس عندها الجرأة وعندها الطاقة ان هي تنزل تعمل ده، ماشي. بس انت لو في كلية اعلام فانت في الغالب غصب عنك اصلا هتعمل ده. ومش بقولك انه انت الافلام اللي هتعمله دي هتخليك احسن من الشخص التاني اللي ما درسش. في ناس ما درستش كلية اعلام وقدرت تطلع شغل محترم جدا، ولكن دي من الحاجات اللي هتعلمك. انا كنت من يومين بعمل بريزنتيشن لفيلم في مكان ما يعني، فكنت قاعد بعمل بريزنتيشن، وبعدين وانا قاعد بعمل البريزنتيشن ده حسيت ان انا ده بالظبط اللي كنت بعمله في الجامعه. يعني انا قاعد بشرح البروبوزل بتاع الفيلم، ده بالظبط اللي انا كنت بحاول اقنع بيه الدكتور عشان في الجامعه اقول له اديني درجات، ودلوقتي انا بعمله قدام الشركه المنتجه عشان اقول للمنتج ده هات فلوس عشان ننتج الفيلم ده. فدي برضو من ضمن الحاجات اللي انا بدات اول مره اعملها فين؟ في الجامعه. فتقدر ان انت تستفيد من وجودك في الجامعة من خلال تطبيقك على الارض. وهتقول لي اصل الكاميرات هناك قديمة، في ناس كتيرة بتبقى هناك، انت ممكن تكولابوريت مع زمايلك اللي موجودين هناك في البيئة ديت من خلال انه ده عنده كاميرا، عنده بادي في البيت، فتقدروا ان انتوا تستخدموه. مش ملزم او مش مجبر ان انت تستخدم الاكويبمنت بتاع الجامعة، يعني هو الجامعة مش بتقيدك بده. واحدة كمان من مميزات وجودك في كلية الإعلام إنه أنت عندك التنوع، إن أنت تجرب حاجات كتير، خاصة لو أنت مش عارف بالظبط أنت عايز تطلع إيه من كلية إعلام. يعني أنت تقدر من كلية الإعلام تبقى كاتب، تبقى صحفي، تبقى محقق استقصائي، تبقى مخرج صحفي لجورنال او لموقع، تقدر ان انت او لمجله، تقدر ان انت تبقى مخرج تلفزيون، مونتير، تقدر ان انت اعرف ناس بتشتغل دلوقتي في الكالر جريدنج، تقدر ان انت تبقى بتشتغل في الاعلانات، تقدر ان انت تبقى بتكتب اعلانات، بتعمل جرافيك ديزايننج لاعلانات، تقدر ان انت تبقى بتشتغل بي ار. كل الشغلانات دي انت تقدر ان انت تشتغلها من الكليه. انا واحد من الناس ما كانش عندي ديستنيشن او غايه محدده انا عايز اروحها من الاول، فوجودك وتجربتك للحاجات دي كلها هتكون مساعدة ليك جدا ان انت بعد ما سنين الجامعة تخلص تكون قدرت تحدد بشكل دقيق او بشكل اقرب لرغباتك ان انت عايز تكمل في ايه وما تكملش في ايه. فدي من الحاجات اللي بتتيح لك. وبالمناسبة انت ممكن كمان تشتغل في تخصصات تانية مش شرط تبقى درستها حتى في الجامعة. يعني انت ممكن تلاقي نفسك بدأت تدخل في السبورتس مانجمنت، اعرف ناس بدأت تدخل في
الإدارة الرياضية والفيفا والتنظيم الأحداث الرياضية من خلال وجودها في كلية الإعلام. وبالتالي لو انت شخص غير محدد، واللي هي ما تعتبرش مشكلة وتعتبر حاجة طبيعية، فوجودك في كلية الإعلام هيبقى مكان مناسب، خاصة انه الدراسة هناك ما تعتبرش دراسة صعبة، مش اللي هو انت محتاج تقعد تدح. يعني في مواد حقيقي انت ممكن تذاكرها ليلة الامتحان وتجيب فيها جريد عالي جدا. فدي من الاسباب اللي تخليك تدخل كلية الاعلام. احنا بقى محتاجين نبدأ اننا نتكلم اكتر عن الاقسام بتاعتها، وتقدر انت تعمل كل يعني بتفاصيل اكتر تعمل ايه في كل قسم من ضمن الاقسام دي. وتجنبا انه الحلقة تكون طويلة، ممكن اننا نكتفي بهذا القدر النهاردة. ارجو انه الكلام او الدردشة بتاعتنا تكون مفيدة ليكم، ولو الحلقة عجبتكم وكانت مفيدة فعلا تقدروا ان انتوا تشاركوها مع اصدقائكم، تقدروا ان انتوا تسبورت وجودنا وتخلونا نظهر لناس اكتر عن طريق ان انتوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لنا فولو على كل بلاتفورمز البودكاستنج اللي احنا موجودين عليها. هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن، هتلاقوا لينك تري كده موجود في كل الاماكن او كل المنصات اللي احنا موجودين عليها. وتقدروا تستنونا الحلقة الجاية وهنكمل دردشتنا، وبإذن الله هتكون الحلقة الجاية هي الحلقة الأخيرة في السلسلة دي. يعني 3 حلقات اعتقد ان هم ممكن يكونوا الى حد كبير مفيدين، الى حد كبير بنفتح كده بيهم الرؤى بتاعتنا، بحيث انه لو انا متخيل ان انا هدخل الكلية دي لاسباب وانا مش هلاقي الاسباب دي جوه، فابقى فاهم من الاول انا ايه الانسب ليا، بحيث ان انا ما اكتشفش وانا في اخر سنة في الجامعة انه انا اخترت غلط وفعلا كان ممكن ابقى في مكان تاني. شكرا جزيلا، واستنونا الحد الجاي وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. السلام عليكم.